اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بحبكم دايما في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. يلا نسمي بسم الله ونبدا العمل بتاعنا. وتعالوا زي ما شايفين معايا السمنه بتاعتنا الجميله المرمله اللي بصي اللي ريحتها تجنن. الترميله بتاعتها عامله زي الرمله كده، زي حبوبات السكر، زي حبوبات السكر، حلوه جدا جدا وما شاء الله، يعني جميله جميله جدا وصحيه. الدهن اللي احنا محولينه للسمنه الطبيعي، مش سمنه بلدي، لا سمنه طبيعي. في فرق بين السمنه البلدي والسمنه الطبيعي، في فرق بين السمنه سمنه الدهن، في فرق بين السمنه البلدي. كل حاجه فيهم لها طعم ولها ريحه ولها نكهه تانية. اللهم بارك. زي ما شايفين شفنا معانا، بص ما شاء الله عاملين جردل قد ايه، او بص زي ما شايفين يعني ما شاء الله جردل واخد 4 كيلو او اكتر. المهم من ايه نركنه كده، ركناه على جنب، والباقي منه حطيناه في علبه تاني. وادي كمان الشغف بتاعه او الزلزال بتاعه اللي طالع منه هنفرمه ونعمله ايه ما شاء الله كده طريقه حلوه. وهنحطه كده في نفس العلبه اللي حطيت باقي السمنه، وهنستعمل نقلي بيه بجد، نقلي بيه كده ما شاء الله بيطلع لك برضه نزلك كميه سمنه وحلو جدا جدا، لانه كله ليه ضاني ما شاء الله كده، مخلي الريحه والطعم تجنن. طعم حلو قوي في الاكل، ريحته حلوه، احسن واجمل من بره بكتير كتير. حاجه انت عاملاها ببيتك صحيه وجميله، تخليك الاكل والطعم وريحته في حته تانية، وتوفر لك كمان كتير كتير جدا جدا جدا. انا محوشه عندي ده بقاله فتره زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم، وجبت عليه ايه بتاع كيلو او كيلو ونص زمان. المهم ايه، واللهم بارك، عملت كميه السمنه اللي انتوا شفتها دي. اصفر كل شهر طبعا بنجيب علبه، لا نوفر حق العلبه، خلي على جنب نوفر حق العلبه لحد ما نقدر نجيب بها ايه دهن تاني، ونجيب عليه كمان ليا ضاني، ونحطها كده عليه، وتعملي بقى منه كميه تكفيكي السنه كلها بجد. يعني ما شاء الله حلوه قوي قوي، عمرها ما تبوظ. ممكن تجيب الدهن وحط زي ما انا بقيت اللي حطيت الحبه اللي بقيت العلبه احط عليه ده، وفرمناه. بص ما شاء الله عامل زي الملبن او زي العجينه، وما شاء الله وانت بتحطيه كده في تقليه البصل او الثوم، ما شاء الله عليه، اللهم بارك، بيطلع لك كميه السمنه منه، لانه حلو قوي. ما ترموهوش، لا افرميه. قولوا ما عندكيش زي كبه في الهون كده، ودقيه دقيه دقيه لحد ما ينعم معاكي، ينعم ينعم، تيجي حاطاه ايه في علبه، ينعم تيجي حاطاه في علبه زي ما قلت لك، انت تفرميه زي ما شايفه كده في الهون. طبعا اي بيت بيبقى فيه هون، في يد الهون وفي الهون، وحطه ودقيه يطلع معاكي ناعم وزي الفل جميل. انا كنت بعمله كده الاول من غير مكانش عندي كبه، ما كانش طبعا زي ما شايفين كده، كنت دايما بحب اعمله كده في الهون، كنت ادقه حتى، وستي اللي علمتني على كده، ان احنا كنا ندقه كده في الهون ونفركه كده وننعمه ونحطه مع السمنه اللي احنا مسايحين. تمام كده. احنا عمرنا ما كنا بنشتري السمنه من بره ابدا، كان دايما بنشتري شلاده ونعمله، نحط عليه الزيت ونعمل منه طبعا خليل الطبيخ. اللهم بارك، اللهم بارك، كان بيطلع طبعا في الاكل كويس، وفي المحشي جميل جدا جدا وريحته حلوه. خلصنا بقى فرق، تعال بقى نبدا نعمل الحاجه بتاعتنا الحلوه جدا، اللي هحط منها من المعلقه من السمنه اللي انا مسيحاها، تخلي لك الطعم والريحه في حته تانية. تمام. زدت كده بصلتين كبار حلوين، بصلتين كبار ابيض احمر اللي عندك، نقطعهم قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، ونفرمهم في الايه في الكبه فرمه حلوه جدا. لو ما عندكش كبه ابشريهم بالمبشره، او يا ستي قطعيهم قطع، خرطيهم كده قطع صغيره جدا زي ما انا عملت عادي كم مره كده، بقطعها قطع صغيره عادي مبشره ابشرهم بيها. فانا ما كنتش بقف على حاجه، كنت دايما اعملها بتبقى جميله جدا جدا، واضيف كمان معاها خضار، واضيف معاها كمان يعني حاجات كلها صحيه. مرادها عملتها، واضيف بس ايه هو الفلفل والبصل والبهارات اللي احنا نضيفها، والمعلقه السمنه اللي انا مسيحينها اللي هو الدهن اللي حوالينه اللي سمنه طبيعي، معلقه منه بس، توديلك بقى بجد طعمها وريحتها حلوه، ريحتها زي بتاعت بره واجمل كمان. انا ولادي ما شاء الله يعني كانوا مبسوطين بيها قوي جدا، وكان طالعين طبعا من العيد وكده، وعاوزين بقى ياكلوا حاجات زي نواشف زي حواوشي اللي احنا هنعملها دلوقتي. المهم بقى ايه يعني زهو بقى من اللحمه والطبيخ والحاجات دي. فاللهم بارك، اللهم بارك. ونفس الطبق فرمنا البصل كويس ما شاء الله، نزلنا عليه في ايه في الطبق زي ما انتم شايفين كده، فرمه حلوه جدا ايه. تمام. اللهم بارك. هنفرم بقى الفلفل بتاعنا معانا كده،
فلفل زي ما شايفين، فلفل اخضر وفلفل فلفل طبعا زي ما شايفين الطويل ده، يعني ما شاء الله يخلق بقى الريحه والطعم يعني. بس كان حاميه، كانت بتحرق جدا. نقطعه قطع زي ما شايفين، نطلع منه بقى البذر بتاعه، واللهم يبارك. يلا نفرم بقى الفرمه بتاعتنا حلوه جدا زي ما شايفه كده. اللهم بارك. معاهم حط معاهم بقى قرن فلفل احمر، قرن فلفل احمر كده تقدري بقى تحطيه كده معاهم، بس يديكي بقى ايه اللون بقى والحاجه كده تجنن حلوه قوي. يلا كده زي ما شايفين. متنساش دايما تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان طبعا ايه يوصلكم كل جديد. بالله عليكم اللايك 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 بالله عليكم. يلا نفرم بقيه نفرم الفلفل بتاعنا وكده. ما شاء الله على الكميه اللي هتطلع لنا، ما شاء الله يعني من الحاجات كلها اللي احنا ضفناها. اللهم بارك اللهم بارك زي ما شايف كده. ما شاء الله ما خدتش معايا وقت خالص. دايما دي انا بعملها في اي وقت. انا عملتها امتى حبيبي حلوين؟ كان بالليل عملتها، وما شاء الله يعني ده جوع بقى ايه اخر الليل. المهم عملتها كلوا منها بالليل وكلوا منها كمان تاني يوم، يعني ما شاء الله. ادي نزلنا ونص كيلو كمان لحمه مفرومه كان عندي في الفريزر، طلعته زي ما شايفين كده وحطيته عليه. يبقى كده بصلتين كبار، كام قرن فلفل كده بتاع ربع كيلو، افرميهم. نص كيلو لحمه مفرومه. واللهم بارك. عندنا بقى خلطه الحواوشي بتاعتنا ولز بقى زي ما شايفين، فضيه كله كده يديكي بقى الطعم وبص بهاراته وريحته حلوه قوي قوي. كمان ما تحطيش ملح، مش هنحط ملح لان البهارات دي فيها ملح، لما فيها ملح فما تحطيش ملح عشان متبقاش حادقه. تمام. وحطيت معلقه 7 بهارات، ومش هنحط حاجه تانية اللي هي معلقه السمنه. شوفها مع بعض معلقه السمنه، او نشوفها مع بعض زي ما شايفين كده. تمام اهي. بصي بقى الله على الريحه، تجنن تجنن، حلو قوي قوي. يلا بقى نعمل بقى الخليط بتاعنا كل ده. اللهم بارك. نقلب بقى، البسي بقى كيس، ممكن تلبسي زي ما شايفين كده. بص، ونقلب تقليبه كده كويس وما شاء الله ندخل كل الخليط كده، نعجنها عجنه كده كويسه. اللهم بارك. طلعت لنا كميه كبيره حلوه قوي قوي. نص كيلو لحمه مفرومه ما شاء الله طلع لنا كميه كبيره. ممكن تقدري تعمليها بربع كيلو لحمه مفرومه. انا كنت دايما بعملها بربع كيلو لحمه مفرومه وزود عليها كمان خضار، وعملتها معاكم كم مره يعني قبل كده. خضار عباره عن بطاطس، واحده بطاطس وواحده جزره كده كبيره، كوسه. كنت دايما بحب اللي هي ادخل الخضار فيها، بتبقى جميله وحلوه جدا. المره دي عملتها قدامكم، هما حاجتين الفلفل والبصل بس، وعليه نص كيلو اللحمه مفرومه. عملنا الخلطه بتاعتنا. الله لو اطول اللي انا ايه ابعت لكم الريحه بتاعتها، بجد ريحتها تجنن. وكمان ما شاء الله العجينه والقوام بتاعها مظبوط وحلو قوي قوي قوي. اللهم تقدري تعملي الخلطه دي اللهم بارك وتحطها في علبه، تحطها في فريزر في اي وقت، او ممكن تعمليها زي ما شايفه العيش حطوه في فريزر في اي وقت. اولادك جعانين ومحتاجه تعمل تطلعي وتحمري على طول ياكلوا. عندي العيش الحبه الكامله، العيش البلدي جايباه من فرن العيش البلدي زي ما شايفين كده. ودايما انا بعمل الحواوشي بالعيش البلدي على طول، ما بعملوش بعيش ابيض خالص. العيش يا جماعه ده اللي هو بالرده البلدي، اللي هو بالرده اللي هو الحبه الكامله، جايبه من الفرن زي ما شايفين كده. اللهم بارك. ما شاء الله كان عندي ده كمان من قبلها كمان بيوم، وعندي كان طازه يوم. ما شاء الله طلع لي كميه كويسه جدا. صينيه نحط فيها حبه زيت ندهنها، ما شاء الله نوزع بالفرشه كده. ويلا بقى ايه نجهز بقى الفرن بتاعنا، وعلى طول مش هتاخد معانا حاجه خالص، مش هتاخد معانا وقت. ما شاء الله زي ما انت شايفه كده زي ما انت شايفين. اللهم بارك. ما شاء الله كانت خفيفه وجميله جدا. تمام كده. اللي نجهز بقى بقيه الحشو ونحشي كده ونضيف كمان حاجات يعني. بنتي يعني جبت كده كانت حاجات عندي في الفريزر، خليتني دايما حطيتها معاهم. تمام كده. اللهم بارك. تقدري بقى المهم العيش زي ما انتم شايفين كده تروح الفرن العيش البلدي او لو طب يعملوا العيش الحبه الكامله. تقول انا عايز عيش حواوشي، يعملوا لك العيش حواوشي اللي انت عاوزاه. شوف بقى كام ريال سمنه. ايه الحاجه اللي انا ضفتها؟ جبنه موزاريلا. بنتي جابت لي جبنه موزاريلا حطها، وكمان جابت لي طبق اللانش كان عنده في الثلاجه، جبت برده خلي انا احط لها كمان منه. فقالت لي يا ماما اضيفي لي الحاجات دي، فماما بس كان جميل جدا جدا. فدي الحاجه دي اختيار الجبنه. جبن بقى، عايزه جبن ميكس جبن اللي عندك، لو ما عندكيش خالص دي اختياري، مش عاوزه تحطي ما تحطيش. تمام زي ما شايفين كده.
بس بنتي جابت لي الحاجه دي من الفريزر وجابت لي الحاجه من التلاجة، المهم عملتها زي ما انتوا شايفين، وما شاء الله ما شاء الله ما بياخدش وقت خالص. اللهم بارك، وعمل لي كميه كبيره وحلوه جدا جدا. اللهم بارك اللهم بارك، زي ما انت شايفه كده مع بعض ايه، وما شاء الله كده. اللهم بارك اللهم بارك زي ما انت شايفه كده. اللهم بارك، توزعي وتعملي، بصي الريحه حلوه جدا جدا، وما شاء الله ما شاء الله. تقدري بقى ايه اهي، كانت جايبه لي الطبق طبعا جبنه رومي، جبنه موزاريلا تاني، كانت دي خلصت، جابت لي الحبه التانية. واللهم بارك، عملناها كده كانت حلوه جدا جدا. تمام. اللهم بارك زي ما انت شايفه كده. طب بصي جابت لي بقى اللانشون او طبق اللانشون اللي هو زي ما شايفه كده عندي في التلاجة. ان انا اعمله ايه، عملت لماما حطي معاه لانشون وجبنه موزاريلا. تمام. واحدة لانشون كده، وتحشيها الحشو اللي انت عاوزاه، ومش عاوزة ما تبلاش، هو كده بيبقى طعمه حلو وريحته تجنن. بس بنتي بقى حبت ايه، زودي القيمة بتاعته شوية. اللهم مبروك زي ما انتم شايفين كده. نعمل العيش بتاعنا. العيش ده كان قبلها بيوم عادي عملته، كان جميل جدا. لان ايه ما شاء الله العيش الحبة الكاملة خفيف وصحي وحلو جدا جدا. يبقى كده كل ده اكلاتنا النهارده، الحواوشي العيش الصحي بالحبة الكاملة، بالعيش الحبة الكاملة. تمام. زي ما انتم شايفين كده طريقته سهلة وبسيطة، وكمان بيبقى طعمه حلو جدا جدا. دايما عندنا هنا ما بيعملوش بره الحواوشي الا دايما بالعيش الحبة الكاملة. تمام كده. اللهم بص عمل لي كمية قد ايه، اللهم بارك، عمل لي 14 رغيف ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك زي ما شايفه كده. يعني اللهم بارك. ادي دول طبعا 9 اللي في الصواني، وما شاء الله زي ما شايفين كده دول اهي طبعا 5. المهم زي ما شايفين كده 5 أو 6، المهم عامل لي 15 المهم او 14 رغيف. اللهم بارك زي ما شايفين كده. دايما يعني ما شاء الله عامل لي كميه كبيره جدا، بدل ما اولادي يشتروا من بره بالغالي ومبقاش حلو، ولا زي ما انا بعمله في البيت بيبقى كله بصل وفلفل، مبقاش حلو خالص زي ما انا بعمله، وغالي جدا. طب وليه؟ انا بربع كيلو لحمه وبعمل طبعا ايه، حطينا بنقلب من فوق لتحت، ومشغلين الشوايه، شوايه طبعا فرن بوتاجاز، وفرن بوتاجاز من تحت ومن فوق، ونقلب بقى ايه وتحت الشوايه، وطلعنا. واللهم بارك زي ما شاء الله استوى معانا، عملت على قد ما هم ياكلوا. اللهم بارك سخن وجميل جدا جدا. وطبعا اللون ده بنتي قالت لي زودي اللون عايزاه كده فيه قرمشه، بس كان طري وحلو جدا جدا. اللهم بارك زي ما انت شايفه كده ما شاء الله اهو. اللهم بارك سخن جدا، طلعوه من الفرن سخن جدا، فما شاء الله وطري في نفس الوقت. بصوا ما شاء الله كان عاجبهم جدا جدا، والخلطه اللي فيه حلوه قوي قوي قوي. مش قادره ان امسكهم، مش عارفه امسكهم السخونه بتاعته. بنتي خدت الرغيف اللي قسمته الاول، وهدي بس واحد تاني معاكم. اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله استوى. اقول لكم بقى حبايبي الحلوين، متنسونيش دايما اللايك بالله عليكم، ودعوه حلوه للثانويه عامه، ربنا يكبر بخاطرهم يا رب، ويجعل الصعب سهلهم في الامتحانات، ويوفقهم في ايه في الامتحانات. اللهم امين. جربوا الطريقه دي جميله وسهله وبسيطه، واعملي دايما بالعيش الحبه خفيف في نفس الوقت حلو جدا ومغذي. اسيبكم في رعايه الله، ما تنساش دايما تذكروا الله يذكركم، ما تنساش دايما لايك حبايبي الحلوين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.